اهلا وسهلا بحضراتكم. عناوين حلقتنا النهارده سوبر ومن العيار التقيل. هنعرف موضوع تصريح عصام الحضري بشأن القندوسي وانه كمان بيغلط امير توفيق واداره النادي الاهلي. وتعالوا بقى في موضوع يعدي ومشكله وخناقه في نادي الاهلي الا لما نادي الزمالك يتدخل فيها؟ لا طبعا، عمرها ما تحصل. لازم نادي الزمالك يتدخل في كل ازمه في النادي الاهلي. تعالوا شوفوا الزمالك اتدخل في ازمه القندوسي ازاي. وكمان عندي مفاجاه والف مليون مبروك للنادي الاهلي حصوله على الموافقه بحضور 52 الف مشجع الساعه كامله لاستاد القاهره الدولي في مباراه الاهلي والعين الاماراتي كاس القارات الثلاثه. وكمان عندي مفاجاه بخصوص بيرسي تاو وعن رحيله عن النادي الاهلي. وكمان وصول نجم النادي الزمالك الصفقه الجديده للقاهره وهنقول تفاصيل الصفقه. في البدايه بعد اذنك لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده تتكلم الاول عن عصام الحضري. عصام الحضري طلع بتصريح على قناه 10 وقال ان في حاجه كده لازم الاهلي ياخد باله منها. هو القندوسي لو طلع وقال كلام كذب كان الاهلي ما تدخلش في الموضوع، لكن طالما القندوسي طلع وقال كلام حقيقي هو ما كانش يقصد امير توفيق بعينه. لكن انتوا بقى دخلتوا في الكلام ودخلتوا قندوسي في تحقيق. على فكره يا كابتن عصام، اللي فيه القندوسي ده مش تحقيق، هو بس استماع. هل في اثباتات للكلام اللي قاله ولا لا، ولا هو طلع قال كلام على الهوا وخلاص؟ والكلام ده ما كانش ينفع يقوله غير في قناه اون تايم، لان باقي القنوات ما كانتش هتصرح بكلام زي اللي قاله ده. ولو القندوسي قال كلام كذب زي ما انت قلت، الاهلي ما كانش هيطنش برضه، كان هيتكلم. يعني كده هيتكلم وكده هيتكلم، فمش محتاج يا استاذ عصام الموضوع اهدى شويه. طيب خلونا بقى في نادي الزمالك وموضوع القندوسي. انا كروت موضوع عصام الحضري بس عشان خاطر نشوف موضوع القندوسي والزمالك اتدخل ازاي في موضوع القندوسي والازمه اللي في الاهلي لازم الزمالك يتحشر فيها. طيب ايه الموضوع بقى؟ الموضوع يا سيدي وبكل بساطه نادي الزمالك الاهلي اعلن رسميا بيع القندوسي. طبعا الخساره تعود على النادي الاهلي، دي خساره على النادي الاهلي انه يعلن اللاعب بالشكل ده. كمان القندوسي برضه هيخسر. الزمالك يعمل ايه بقى؟ يصطاد في الميه العكره. ايه هي الميه العكره بقى؟ اثناء الاشتباك والخناقه والضرب والكلام ده كله والاهلي والزمالك وحوارات رايحه جايه، الزمالك لازم يديها حته كده من عنده. يعمل ايه؟ اتعاقد مع القندوسي، ارسل رسميا لوكيل القندوسي تعاقد معه بشكل رسمي علشان يحسم صفقه القندوسي من النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى يعمل ايه؟ ضربه سوبر ومن العيار التقيل، رفض بيع القندوسي لنادي الزمالك. ده اللي انا بقوله. ما تستناش ازمه بين الاهلي وبين القندوسي وانت تتدخل عشان تاخد الصفقه طيبه وعلى الجاهز وباقل سعر. دي حتى مش كويسه، مش شيك ان انت تاخد ازمه وخناقه وتعمل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه واللي حبيت اتكلم عنها، لما نادي الزمالك يتكلم عن القندوسي، طب ما في اكتر من لاعب في مشكله في النادي الاهلي معاه. يعني مثلا بيرسي تاو الاهلي عرضه، يعني مثلا عايز يبيعه ليه؟ بيرسي تاو وطاهر الاثنين بينزلوا ماتش وماتش يتصابوا كده. فالاهلي قرر انه يغير واحد منهم، يا طاهر يا بيرسي تاو. بيرسي تاو قال لو رحلت قبل انتهاء عقدي انا هاخد حقوقي كلها كامله. طبعا الراجل ماشي قانوني، محدش يقدر يرغي معاه في اي حاجه من كده. وكمان مليون مبروك لنادي الزمالك وصول الصفقه الجديده. انا كاهلاوي بشجعك اهو، مليون مبروك لوصول الصفقه الجديده اوفي ايجيريا. طبعا لاعب في ارسنال ولاعب في ليفربول، صفقه مميزه وصفقه كويسه جدا اهو. بس نهدى شويه بقى من ناحيه القندوسي عشان الموضوع يهدى والنادي الاهلي يخلص الموضوع ده في اريحيه تامه. طيب 252 لا مفيش 252 الف مشجع في مباراة. انا كان نفسي العدد يكون اكبر من ال 200 اصلا. 52 الف مشجع، الاهلي اخذ تصريح وموافقة بحضور 52 الف مشجع في مباراته امام العين الاماراتي اللي هتكون يوم 29 الجاري. طيب الموافقة دي وحضور الجماهير والكمية الكبيرة جدا اللي هتكون موجودة 52 الف كده، الاهلي هيكون بص بصراحة الاجواء مهيئه ان الاهلي يطحن العين الاماراتي. وده اللي احنا عايزينه. الوقت اللي جاي ركزوا، لعيبه النادي الاهلي ركزوا، عندكم مباراه مهمه امام سيراميكا يوم 20 عندك مباراه مهمه امام سيراميكا كيلوباترا. والزمالك برضو عنده مباراه امام بيراميدز. احنا هنقابل اللي فاز من بيراميدز وسيراميكا.
يعني هنقابل بيراميدز، يعني هنقابل الزمالك، والمباراتين مش قليلين، خصمين شداد، وسيراميكا شديد برضه. هو كاس السوبر المصري 4 فرق، اقوى 4 فرق. فاهمين الموضوع؟ فلازم الاهلي يركزوا الوقت اللي جاي، لعيبه النادي الاهلي يركزوا، اداره النادي الاهلي يركزوا، مش عايزين السوبر الافريقي يحصل ويتعاد تاني ونخسر السوبر المصري، وبعد كده نخسر مباراه العين الاماراتي ونبتدي في التنازل وفي الخساره. عايزين الوقت اللي جاي ان شاء الله وباذن الله نقدر نحقق انتصارات كتير. والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.